بلي قبل ما نبدا نحب نسك سوية. قداش من مرة قبل ما ترقد في الليل قلت بينك وبين روحك انا غدوة باش تبدا تبني عادات جديدة، باش تدخل تترينا، باش تولي تقرا كتب، وباش تنقص من السهريات، وباش تتعلم حاجات جديدة وحدك قادرة تفيدك. والكلنا نعرفوا شنو يصير في النهار الثاني. تقوم الصباح تحل عينيك وتحل تعمل طلة على التيك توك باش تشوف فيديو قصير ولا زوز، وبعد تقول نبدا نهاري فيديو ولا زوز ما همش يضيعوا لي نهار. وقت اللي تهز راسك من التليفون تلقى روحك عديت ساعتين ولا ثلاثة، اصلا وقتك ونهارك مديت ولعبت اخر بلاش بشكل مجاني. برغم هذا انت ماكش قاعد تتعلم الدرس، خاطر قاعد تعاود في نفس الحكايه كل يوم، وقاعد تتفرج في مقاطع هي مش قاعده تنفع فيك اصلا. بعدك يجي عبد كيفي انا يحب ينفعك بمعلومه تفيدك، يظهر لك كلام فاضي ما يستحقش وقت. اما لازمك تعرف الشيء هذا مش ذنبك انت، خاطر انت تم السيطره على عقلك عن طريق ابليكاسيون اللي اسمها تيك توك. ابليكاسيون خبيثه، هما كلهم ديزابليكاسيون تعملوا باش يسيطروا عليك. اما اليوم باش نحكيو على اخطر ابليكاسيون فيهم اللي هي تيك توك، باش نفسر لك بالضبط كيفاش تصير العمليه، ومتاكد انك باش تقتنع بالموضوع. جوست تبعني مليح. Citywide operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central server. تيك توك هي ابليكاسيون ظهرت عام 2018، واول ما تشوفها تراه برنامج عادي ما في حتى شيء. اما انا هاو باش نحكي لك شنو هو التيك توك بالضبط. تيك توك هو عباره على بروباغندا. ايش نفسر لك ايش معناها بروباغندا؟ البروباغندا هي سياسه مجمع الايمان. سياسه البروباغندا اتبعتها الحكومات على مر التاريخ في السياسات نتاعها باش يوصلوا للعباد افكارهم ويخليوا العباد تحكي وتدعم في فكره واحده حتى تظهر انها صحيحه ما فيهاش مغالطات. وهاو تو باش نحكي لك علاش الصين قاعده تستعمل في سياسه البروباغندا في التيك توك. انت وقت اللي تحل التيك توك تبدا تفرج الريلز والشورت فيديو مدتهم 10 ثواني، دقيقة، نص دقيقة، عقلك باش يتبرمج انه ما عادش ينجم يركز اكثر من الوقت هذاك، واللي هو ما اكثرش من دقيقة، وباش يتبرمج على انه اي فيديو ولا محاضرة ولا خطاب طوله اكثر من دقيقة ينجم ينفعك، ماهوش باش يستاهل وقت، وما فيش الحاجات اللي انت تحب تسمعها واللي انت مستانس تكونسوميها. يهديك ربي انت فايق ومستوعب خطورة الموضوع. بالحق معناها اذا كان تو ماكش فايق بالخطر وما حسيتش حاجة ما شدتك واثرت عليك من داخل، بالحق مانيش عارف ايش قاعد تستنى. خليني نوضح لك اكثر. نحن ربي خلقنا في طبيعتنا كبشر التركيز هو اهم شيء، التركيز هو اللي نعمروا فيه الحضارات واللي نقراه ونخترعوا به ونكونوا عباد منتجة مش عباد مستهلك. من غير تركيز ماهوش يكون عندك انضباط نفسي، ومن غير انضباط نفسي واستمرارية انت ماكش قادر تعمل اي انجاز في حياتك. واذا كان وصلت لعمر 29 30 سنة وانت مازلت ما عملت شيء في حياتك باش تشوف روحك كانسان فاشل ومحط، انسان ما عندوش فايدة في الدنيا، وهذا باش يهزك للطريق نتاع الاكتئاب والديبرسيون، وهكا باش ترى روحك انسان ضعيف، انسان فاقد الامل في روح، انسان لا حول له ولا قوة، لا حول ولا قوة الا بالله. ترضى روحك هكا في عود قاعد تشكي وتبكي من حياتك ومن خدمتك ومن وضعك؟ من الاحسن انك تبكي على الطريقه اللي تضيع بها في وقت. يا رسول الله حتى كانك تخدم على الاقل في الخدمه يعطيو فيك في مقابل مال، في الهم عذاب. اما التيك توك وغيرها من السوشيال ميديا قاعده تاخذ في وقتك بلاش، بالعكس المقابل يكون دمارك انت، قاعد يسرق لك في تركيزك وفي عقلك. خلي عندك اولويات قدامك، خلي روحك عندك قيمه قدام العباد المحترمه الواحد. اذا كان ما قدرتش روحك وما عطيتش قيمه لروحك وبديت تبدل وتخدم وتصنع في قيمتك في الدنيا، شكون تستنى باش يجي يصنعها لك ولا يجي يعطيها لك في طبق؟ وشوف ايش نقول لك حاجه، انا نعرف اللي اغلب العباد خرجت من الفيديوهات خاطر ما عندهمش التركيز الكافي باش يسمعوا حاجه تفيدهم، وبعد يجي يقول لي والله ما كملتش الفيديو بتاعك خاطر طويل. اما انت مازلت لهنا، مازلت تسمع فيا، معناها انت تحب تغير وضعيتك، تحب تغير حياتك. هذه حاجه باهيه برشا، باهي ابدا بدل العادات اللي تعمل فيها كل يوم. صدقني انا كيفك كل يوم قاعد نحاول نبدل من روحي وجايتني صعيب، اما باش نقعد نحاول وهاني نعاون فيك معايا. اي انفورماسيون نعرفها جديده قادره تنفعك نعمل لك عليها فيديو. وعلى فكره ذاك علاش اللوجو تاع فيديوهاتي ليتس تشينج، راهو ما نجموا نبدلوا كما نبدلوا الواحد. اذا كانك مؤمن بالفكره اللي قاعد نوصل لك فيها تنجم تنضم معايا واعمل ابوني للشانل، واذا كنت تحب تكلمني مرحبا بك في كل وقت. شوف باش نحكي لك حاجه من خو لخو وركز معايا مليح. الكلنا رانا نعرفوا شنو نحبوا نوليو، اللي يحب يولي ثري ولاباس عليه، اللي يحب يولي عنده بوفوار، اللي يحب يولي مشهور، كل واحد وشنو يحب يوصل، وتبدا مبقش في مخك وعندك قرارات بينك وبين روحك تحب تعملهم باش توصل اللي تحب عليه. اما شوف نقول لك حاجه وركز مع الكلمات اللي باش نقولهم لك توا مليح مليح. القرارات الصحيحه تفيدك الا في حال انك التزمت بها، هذا هو اللي لازمك تعرف. تنجم تكون انت اكثر انسان واعي في الدنيا واكثر انسان يعرف ياخذ قرارات، لكن اذا كان ما عندكش انضباط وما التزمتش وما كملتش في القرارات اللي خذيتهم، شنو هي الفايده من الموضوع؟ يا صاحبي والله لازمك تقف روحك من توا، خاصه اذا كانك مازلت في بدايه العشرينات. بلاد كيما تونس بلاد صعيبه وتقف روحك من توا ويجي عليك. على الاقل يجي نهار تبدا قادر انك تامن مراه وتامن عائله ويحسوا اللي عندهم راجل بالحق في الدار. شوف ايش نقول لك حاجه، خاصه اذا كانك ذكر، لو انت والمراه ماكمش كيف كيف. المراه ماهيش مطالبه انها تقيم بعائله، ماهيش مطالبه انها تصنع ثروه،
تجارب، ماهيش مطالبة انها تصنع قوتها وتخلق سلطة. انت الشيء هذا الكل مطالب به. الطفلة كي تتولد عندها قيمة، بينما انت كراجل تصنع قيمتك وحدك في الدنيا. الطفلة تهبط دمعتين اللي دايرين بها الكل يجيو يواسيو، انت تموت من داخل حد ما يتلفت لك. هذاك علاش لازمك تقف الروح، خاطر حتى حد ما يمشي يعاونك في مشاكل. يمكن امك وابوك اما راهم ماهمش يقضوا حياتهم الكل معاك. لازم تحاول تستغل وقتك اللي هو كل يوم ضايع بالسوايع في التيك توك وغيره. يا صاحبي والله حرام ضايع في وقتك تفرج بنات يشطحولك على التيك توك. وقتك اغلى من هكا برشا، وانت بيدك اغلى من هكا. بربي تعلم خاصة كي مازال صغير، راهو العلم قوة يخليك عبد. وقت اللي تتحط في محط مع ناس واصلة وكبارات تبدا راجل وواثق من روحك وتعرف تحكي. لازمك تعرف انه العلم قوة، لكن مش العلم اللي يسلبوا في المدرسة. اذا كنت تحب تطلب العلم بالحق لوجه لبرا من المدرسة. المهم انا هاني قاعد نحاول نعاون فيك ونعاون في الناس اللي تسمع فيا، وفرد وقت قاعد نعاون في روحي، خاطر انا بيدي كل يوم قاعد نحاول. نتصور حكيت لك بالباهي وفسرت لك المخاطر نتاع التيك توك، وانت دينك ملك. انا مانيش نجي نفسخ لك الابليكاسيون من التليفون، مش انا اللي باش نجي نفيقك الصباح باش تفيق على وضعك وتخدم على روحك. واذا كان وصلت للوقت هذا في الفيديو نهنيك، خاطرك عملت الخطوه الاولى، وان شاء الله تكمل في الطريق الصحيح. وخلي الجمله هذه ديما في مخك، القرارات الصحيحه ماهيش باش تفيدك الا في حال التزمت بها. كان معكم باهي، سلام. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale.